الاكوزاتيف والداتيف. ركز معايا في كل كلمه اقولها، اللي ممكن اقول كلام بس ما قلتش قبل كده، فتعالوا نشوف الدنيا عامله ازاي. تعالوا نبدا. احنا دلوقتي هنتكلم عن المفعول في اللغه الالمانيه. طيب قبل ما ابدا اي كلام في اللغه الالمانيه هناخد مثال بالعربي. احنا عندنا في اللغه العربيه الفاعل بيكون مرفوع، تمام، والمفعول به بيكون منصوب، يعني بيحصل فيه تغيير اهوتي، صح؟ الكلام ده طبعا احنا عارفينه. يعني بقول لك مثلا ايه، المدرس يشرح الدرس. المدرس هنا ايه؟ فاعل، عشان كده رفعناه فبقى المدرس. تمام. الدرس لا، جه منصوب عليه فتحه اهوت، تمام. يبقى الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، مع ان ممكن تكون نفس الكلمه عادي جدا. كذلك نفس الكلام في اللغه الالمانيه. ايوه يعني هنشكل؟ لا طبعا مش هنشكل. الفكره هو ان احنا نعمل تغير بسيط مش اكتر يعني. ايوه التغير ده فين؟ التغير هيكون في الارتيكل. احنا عندنا ارتيكل في اللغه الالمانيه ايه؟ دير، داس، دي، والجمع بتاعهم طبعا ايه؟ دي، تمام. هم دول اللي هيتعمل فيهم تغيير، يعني الارتيكل هيتغير. الارتيكل طبعا في حاله ان الكلمه فاعل، يعني جت في اول الكلام، يعني في النوميناتيف او الجمله الخبريه يعني زي ما بنقول، بس في الاول والاخر المسميات مالهاش لازمه يعني في الاول وفي الاخر، تمام. لكن لو الكلمه جت في حاله المفعول، هي اللي وقع عليها الشيء، مفعول اهو، الارتيكل بيتغير. يعني الارتيكل بتاعنا بيكون بتاع المذكر دن، دن. طيب بتاع المحايد داس، داس. ايه دي زي ما هو ما اتغيرش، ايوه. طب بتاع المؤنث المفرد دي، دي. طب والجمع دي، دي. تمام كده. يعني تعالوا دلوقتي ناخد مثال مع بعضينا. لما اقول لك انا شايف الراجل، انا يعني ايش؟ ارى زي الرجل. طبعا الراجل الارتكل بتاعه ايه؟ دير، صح. لما نقول مثلا ازاي دير من، الجمله كده صح. انا الفاعل، الراجل هو المفعول، صح. فالارتكل بتاعه بيتغير، هيبقى بقى دن، دن بتاع المذكر، ارتكل المفرد المذكر هو دن، تمام. ناخد مثال كمان. لما اقول لك مثلا ايه درينكد دن كافي، هو بيشرب القهوه. كافيه الارتكل بتاعها دير، فبقت دن ليه؟ هي المفعول، قشطه. طيب تيجي ناخد مثال نوضح الدنيا اكتر. طيب لما اقول لك الحرامي بيسرق الحديقه، الحرامي اللي هو مين؟ ديب، دير ديب، عادي جدا اهو، بيسرق يعني اشتيلن. الحديقه دير جاردن، دير جاردن. بقرا معاك واحده واحده اهوت عشان الدنيا تبقى واضحه. طيب تعالى اقول بقى الحرامي بيسرق الحديقه. الحرامي دير ديب، ليه ما خلاش دن ديب؟ ليه؟ ان الحرامي الفاعل، صح. يبقى دير ديب بيسرق، صرفه هيبقى شتيلد، شتيلد دي دي بشتيلد. الحديقه هي فاعل ولا مفعول؟ مفعول، تمام. يبقى دي هتبقى ايه؟ هتبقى دن، دن جاردن. دي بيشتيل دن جاردن. الحرامي بيسرق الحديقه. في اي مشكل؟ مفيش خالص، الدنيا واضحه اهي. طيب اللي انا شرحته دلوقتي دي الاكوزاتيف، في مفعول تاني اسمه داتيف. احنا في العربي عندنا ايه؟ عندنا مفعول به، مفعول لاجله، مفعول مطلق، مفعول معه، في مفاعيل كتيره اهي، تمام. في الالماني في اتنين بس، اكوزاتيف وداتيف. بعيدا بقى عن مسميات اللغه العربيه اللي احنا بنسميها، نقول ده دي مفعول به، ده دي مفعول لاجله، ده دي بيجي مش عارف مفتوح، ده التاني بيجي منصوب، ما فيش الكلام ده كله خالص. هو اكوزاتيف وداتيف، اعرف ان الاتنين مفعول بس مش اكتر، تمام. احنا دلوقتي شرحنا الاكوزاتيف. انا هميز بينهم ازاي؟ بص احنا دلوقتي خدنا الاكوزاتيف، لما اجي اشرح بعد كده الداتيف يبقى هنعمل فيديو لوحده نفرق بينهم ونعرف يعني ناخد فيه تفاصيل اكتر. انا بس مش عايز اتعمق في الكلام دلوقتي عشان ما ندخلش الدنيا في بعضيها. احنا خدنا الاكوزاتيف، الارتكل بتاعه الكلمه لو مفعول مع المذكر بيكون دن، المفرد المذكر، المحايد داس، المؤنث دي، وطبعا الجمع دي، تمام كده. طيب شويه تفاصيل ومعلومات عايز اقول لك عليها وحطها في دماغك. هو احنا ليه بنغير الارتكل في الالماني؟ يعني ما هو الارتكل زي ما هو وخلاص يعني. بص يا حبيب قلبي، الفكره ما فيها انك انت في الالماني ممكن تقدم المفعول على الفاعل عكس اللغه العربيه. يعني بقول لك مثلا ايه، الحرامي بيسرق الحديقه، ينفع اقول الحديقه بيسرق الحرامي؟ ما ينفعش. طب في الالماني لا ينفع. إيه ازاي الكلام ده؟ بص معايا، احنا دول قلنا ايه؟ دي بيشتيل دين جاردن، صح. ينفع تقدم المفعول عن الفاعل عادي جدا في الالماني. اهم حاجه الفعل يبقى رقم اتنين في الجمله زي ما هو. يعني ممكن بكل بساطه نقول دين جاردن شتيلت دين مان، نفس الكلام، الحرامي بيسرق الحديقه. طب وانا هعرف منين بقى ان مش العكس؟ بص احنا قلنا ايه؟ دين قاعدة، دين دي ارتكل ايه؟ مفعول ولا فاعل؟ مفعول، صح. الدنيا بقت واضحه ايه؟ انما دي من يعني الارتكل بتاعه دير،
زي ما هو، دي مش ارتكل مفعول. حاجه كمان عايز اقولها، وهي ان مين بيعمل مفعول؟ يا فعل يا حرف جر. اكيد يعني انا بشرب كذا، مفعول اهو. تمام. انا اذهب الى كذا، مفعول اهو. في اللغه الالمانيه مفعول، مش جر ومجرور في العربي يعني. تمام. يعني اللي بيعمل لك مفعول يا حرف جر يا فعل. طيب اي فعل مر عليك لحد دلوقتي اعتبره بيعمل اكوزاتيف. هما كان فعل قليلين كده بيتعدى على الصوابع بيعملوا داتيف بس. وحروف الجر يبقى هي لسه معانا قدام في المنهج، هيبقى نشرحها بشكل اكتر يعني، لها تفاصيل كتير او معلومات اكتر. تمام. ما تخافش، الدنيا سهله مش صعبه يعني. طيب احنا قلنا الارتكل بتاعنا ايه للمعرفه؟ ان، داس، دي. طيب النكره، مش كنا واخدين ادوات نكره في الالماني اللي هي اينا، صح؟ وطبعا الجمع ملوش ايه؟ ملوش نكره. طيب نفس الكلام، تعال نحط النكره في الاكوزاتيف. يعني بتاع المفرد المذكر هيكون اينن، مفيش اي حاجه اهي. طب بتاع المحايد اين. طيب بتاع المؤنث اينا. طيب والجمع لا ملوش عادي. لما اقول لك مثلا ايه ich hab einen Hund، انا عندي كلب. هوند الارتكل بتاعه ايه؟ دير. طب النكره اين. طب هنا دلوقتي يجي ايه؟ جه مفعول اكوزاتيف اهو. هابن بيعمل اكوزاتيف، الفعل ده بيعمل اكوزاتيف. قلت لك كل الافعال دلوقتي حاليا اللي انت خدتها لحد دلوقتي اعتبرها بتعمل اكوزاتيف. تمام. لحد ما نيجي عند الداتيف. Ich hab einen Hund، انا عندي كلب. مثال كمان لما اقول لك du kennst einen Artist، انت تعرف دكتور. قلت einen Artist. بص احنا مش محتاجين التحولات والمعادلات والشغل ده. يعني مش هقول لك مثلا الكلمه الارتكل بتاعها دي تبقى دي، لا اعرف ان الكلمه لو في حاله الاكوزاتيف يعني جت مفعول، لو الكلمه معرفه الارتكل بتاعها دين مع المذكر، دس مع المحايد، دي مع المؤنث، وبرده دي مع الجمع. طب في حاله ان هي كلمه نكره هتبقى اين مع المذكر، اين مع المحايد، اين مع المؤنث، وطبعا الجمع ملهوش نكره. طيب لو عايز اقول لك دلوقتي هي بتشتري شنطه، هي يعني زي، بيشتري يعني كاوفن، شنطه يعني تشا. الارتكل طبعا بتاعها دي تشا، بس هي هنا نكره هتبقى اين تشا. تعرف تعمل جمله لوحدها؟ هتقول ايه؟ زي كاوف اين تشا، صح؟ قشطه كده. اخر مثال لما اقول لك مثلا انا بتعلم الالمان عشان الامتحان، مثلا لما اقول لك ايه ich lerne Deutsch für den Test، انا بتعلم الالمان عشان الامتحان. ich lerne Deutsch، جمله عاديه اهي. في den Test، في حرف جر اهوت بيعمل اكوزاتيف. den Test، تيست اصلا الارتكل بتاعه ايه؟ دير، فهو بقى في مفعول هنا. تمام. يبقى في den Test. قشطه. بس احنا كده خلصنا شرح الدرس يعني. سلام.